السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ احب اعرفكم عن نفسي في الاول. انا خالد الهادي في كليه الهندسه، قسم حاسبات ونظم تحكم، فرقه ثالثه ان شاء الله. ان شاء الله حابين نتكلم مع بعض في الفيديو ده عن الويب سكرابنج. طيب ايه هو الويب سكرابنج اللي ما يعرفش؟ قبل ما نتكلم عن يعني ايه ويب سكرابنج، كنت حابب ان احنا نتكلم سريعا عن يعني ايه اصلا كلمه داتا، عشان لو حد بالنسبه له كلمه داتا دي غامضه او مبهمه نحاول ان احنا نشيل الغموض ده او نوضحه. كلام جميل. طب يعني ايه داتا؟ ببساطه خالص الداتا هي عباره عن انفورميشن او معلومات موجوده بشكل ما. ممكن تكون الداتا دي عباره عن صور، فيديوهات، صوت، ممكن تكون عباره عن تابيولار داتا زي مثلا الاكسل شيت وهكذا. طب انا ليه اصلا احتاج الداتا، او ايه اللي هستفاد بيه من الداتا؟ ممكن لو انت مثلا داتا اناليست موجود في شركه، او انت موجود في شركه عاوزين تحسنوا من البيزنس بتاعكم، عاوزين تزودوا المبيعات، فتبداوا ان انتوا عاوزين تعرفوا ايه القرار الصح اللي المفروض تاخدوه عشان المبيعات تزيد. طب ازاي تعرفوا القرار الصح ده؟ ممكن تستفيدوا من الداتا بتاعتكم، بتاعت المبيعات السابقه بتاعتكم، وتحاولوا تطلعوا منها بانسايت يساعدكم. زي ايه مثلا؟ ممكن والله تطلعوا بانسايت زي ان المبيعات بتزيد لما الدعايه باستخدام التلفزيون بتزيد مثلا. يعني ده مثال، ممكن اشكال كثيره من الانسايتس تطلعوا بيها من الداتا يعني. طيب فده حقيقي، ده مثلا استخدام من استخدامات الداتا الكتير جدا. ممكن تستخدم الداتا في ان انت تعمل ماشين ليرنينج موديل، ايا كان غرض الماشين ليرنينج موديل ده هيكون ايه. فحقيقي في استخدامات كتيره جدا للداتا. طب ازاي اقدر ابدا ان انا اجمع داتا؟ في طرق كتير برضو. يعني انت مثلا لو بتعرف تتعامل مع داتا بيزز، تقدر ان انت تبدا تشتغل مع الداتا بيز وتحاول تطلع منها المعلومه اللي انت محتاجها. ممكن لو حد منكم يعرف موقع كاجل، موقع كاجل حقيقي موقع مشهور جدا. عليه داتا سيتس كتيره جدا، يعني لتوبكس كتيره جدا، فانت تقدر تدخل تسيرش وتشوف هل الداتا سيت دي مناسبه ليك ولا لا، او هل هي كافيه ليك ولا لا. يعني ده برضو اوبشن. ممكن انت وده موضوع الفيديو النهارده، تستخدم الويب سكرابنج. تعريف الويب سكرابنج حرفيا هو ان انت بتبدا تكستراكت معلومه او معلومات من موقع او موقع من الانترنت، فتبدا تجمع انت الداتا بتاعتك بقى. جميل. ممكن مثلا تعمل سكراب لتويتر فتطلع تويتات من عليه. ممكن تسكراب اي ام دي بي فتبدا تطلع معلومات عن الافلام او المسلسلات، مثلا التقييم بتاعهم، تاريخ الاصدار، وهكذا. في حاجات كثيره يعني. جميل. فاحنا غرضنا في الفيديو ده ان احنا نحاول نسكراب موقع وظف. موقع وظف اعتقد كلكم عارفينه، هو عليه اوفرز كتيره جدا لوظائف كتيره في مصر. موجود مثلا عندك اسم الوظيفه، مكانها، اسم الشركه، حاجات كتيره عن الوظيفه يعني. فاحنا غرضنا ان احنا عاوزين نستخرج الداتا دي ونبدا نكون داتا خاصه بينا نقدر نستفيد منها. طبعا مرحله السكرابنج او مرحله تجميع الداتا دي بتكون اول مرحله، بعدها بيليها مراحل زي ان انت تبدا تعمل كليننج او تبدا تعمل اناليسز، ودي ان شاء الله هتكون خارج الفيديو، يعني دي في المراحل اللي جايه ان شاء الله. احنا غرضنا في الفيديو ان احنا نسكراب موقع وظف ونطلع منه الداتا اللي جواه. جميل. هنبدا نشوف دلوقتي، هوريكم شكل الداتا ممكن يكون هيبقى عامل ازاي. بس حابب اتكلم الاول عن التولز اللي احنا نستخدمها. احنا نستخدم بيوتيفول سوب. بيوتيفول سوب حقيقي لايبراري لذيذه جدا، والموضوع هيكون سلس خالص يعني. جميل. هنبدا. البري ريكوزيتس للفيديو يعني ان انت تكون عارف بايثون. انت هتحتاج بايثون اكيد، السكريبت هيكون ببايثون. هتحتاج تكون عارف اساسيات اتش تي ام ال. ولكن حقيقي احنا يعني ان شاء الله هنتكلم عن اساسيات ال HTML اللي هي ان شاء الله تخليك تقدر ان انت ايه تكمل معانا لحد اخر الفيديو ده ان شاء الله يعني. جميل. كنت حابب ان احنا الاول كده نبص نظره سريعه على الداتا هيبقى شكلها عامل ازاي. هتلاحظ ان الداتا هنا تمام، كل رو هو عباره عن وظيفه. طبعا مع اختلاف الوظائف يعني، لان الوظائف بتتطور كل شويه. هتلاقي بقى مثلا موجود اسم الوظيفه، اسم الشركه، المكان، والجوب تايب بتاعها، وهكذا. فيعني ده ان شاء الله التارجت بتاعنا في الفيديو، ان احنا نحاول في الاخر ان احنا نكون داتا سيت زي دي، ونبدا بعد كده بقى في المراحل الجايه ان احنا نعمل لها كليننج او نعمل لها اناليسيز ونطلع منها بانسايتس تقدر تفيدنا. تمام. طيب زي ما اتفقنا ان احنا هنحتاج نكون عارفين شويه اساسيات عن ال HTML، فهنبدا دلوقتي شويه ان احنا نبدا نتعرف عن الاساسيات دي مع بعض. ده طبعا موقع W3 سكولز. حقيقي موقع W3 سكولز يعني هو مشهور جدا، عليه توتوريالز كتيره جدا للفرونت اند وغيرها. احنا طبعا مش محتاجين نذاكر الموقع كله او التوتوريال كلها، احنا بس يا دوبك حقيقي كل اللي هنحتاجه ممكن يتلخص في شويه الكلام ده. اولا محتاجين نعرف ايه اصلا ال HTML. جميل. ال HTML او اي موقع على الويب بيكون مبني، او الاستراكشر بتاعته مبنيه بال HTML، او كل الكلام اللي انت شايفه ده بيكون موجود جوه ال HTML. فاحنا بالتالي بما ان احنا عاوزين نسكراب موقع وظف مثلا، وعاوزين نستخرج المعلومات دي، فاحنا محتاجين نتعامل او نختلط بال HTML بتاعه، لان هو بالفعل هيكون ال HTML بتاعه موجود فيه المعلومات اللي احنا عاوزين نطلعها دي او نستخرجها. فمحتاجين نفهم ال HTML سريعا كده. ال HTML بيكون مبني ان هو بيبقى فيه تاجات كده، دي الوحده الاساسيه بتاعته، بيبقى فيه القوسين دول بعدها اسم التاج.
في تاج للفتح وفي تاج للقفل، الفرق ما بينهم هو السلاش اللي في الاول. وبتبدا بقى في وسط ما بينهم يعني تبدا ان انت تحط ايه تاجات جديده، كلام جديد وهكذا. دي طريقه بنايه يعني ال HTML. في تاجات مشهوره زي مثلا تاج البادي. تاج البادي طبعا مهم لان هو بيبقى موجود فيه كل حاجه بتبان لليوزر قدام عينه. فاحنا طبعا الداتا اللي احنا هنعمل لها اكستراكت وهنستخرجها كلها قدام عيننا، فكلها موجوده جوه تاج البادي ده اكيد يعني. تاج تاني مهم جدا هو تاج الديف. تاج الديف حقيقي هو الفرونت اند ديفلوبر يعني بيستخدمه في ان هو يحاول يقسم الموقع بتاعه. مش قصتنا قوي هو بيقسمه ازاي او بيشتغل ازاي، ولا احنا قصتنا ان في تاج اسمه ديف. ممكن تقول ان الديفلوبر بيتعامل معاه لانه كونتينر كده بيحتوي شويه حاجات جوه. جميل. في تاج الاتش 1 ده بيبقى الهيدنج، بيبقى خط بولد وتكست كبير. تاج الباراجراف تكست عاديه شويه اسمه بي. في تاجات تانية زي مثلا تاج الايه مثلا ده بتاع اللينكات. في تاج المين. في حاجات تانية كتير يعني. تمام. حاجه تانية محتاجين نتعرف عليها سريعا وهي الاتريبيوتس. طيب ايه هي الاتريبيوتس؟ الاتريبيوتس هي زي ده مثلا كده ان انت بعد ما تكتب اسم التاج بتبدا تكتب حاجه بتساوي حاجه. فاحنا مش محتاجين طبعا نذاكر برضو كل الاتريبيوتس، يا دوبك بس تبقى عارف الكلاس والاي دي. مثلا الكلاس والاي دي دول غرضهم ايه؟ من اسمهم هو غرضهم هم بيميزوا التاج اللي انت واقف عنده، بيكونوا بمثابه عنوان ليه. كلام جميل. طيب ايه الفرق ما بين الكلاس والاي دي؟ الاي دي هيكون يونيك يعني هتلاقيه موجود مره واحده بس، انما الكلاس هتلاقيه ممكن يكون متكرر يعني ممكن كذا حاجه تاخد نفس الكلاس. طبعا القيم اللي انا مكتوبه هنا زي كونتينر او هيدنج دي مش قيم ثابته او مش قيم بتتحفظ، بل بالعكس يعني فرونت اند ديفلوبر هو اللي بيحددها، واحنا نعرف دلوقتي ازاي نعرف هو كاتب ايه في الكود يعني ونبدا نستخدمه. جميل. فريكاب سريع كده، انت محتاج تعرف ان في تاج مهم جدا اسمه الديف، محتاج تعرف ان في حاجه اسمها اتريبيوتس الكلاس والاي دي، وان هم دول بيكونوا بمثابه عنوان للديف عشان تقدر توصل. كلام حلو. طيب دلوقتي يعني كنت حابب ان احنا نبدا نكتب الكود بالفعل. الحاجات هنبدا الاول ان احنا نعمل امبورت الحاجات اللي احنا محتاجينها. فاحنا هنحتاج حاجه اسمها ريكويستس، وهنحتاج طبعا بيوتيفول سوب تعمل امبورت ليها ان انت تقول فروم بي اس 4 امبورت البيوتيفول سوب. طيب ايه فايده ريكويستس؟ انت كويب براوزر دلوقتي لما بتيجي مثلا تكون عاوز تروح لموقع معين بتبدا تبعت اتش تي تي بي ريكويست للسيرفر، والسيرفر بيرد عليك ب اتش تي تي بي ريسبونس فيها الكونتنت بتاع الموقع ده او ال HTML بتاعه. فاحنا دلوقتي عشان نسكراب موقع وظيفه احنا محتاجين كود ال HTML بتاعه، هو ده اللي جواه الداتا اللي احنا عاوزين نطلعها. فاحنا نجيب كود ال HTML ده ازاي؟ هنستخدم ريكويست في ان احنا نبعت ريكويست للموقع. نعمل كده ازاي؟ هنقول ريكويست بتساوي ريكويست دوت جيت وبعدها بنحط له اللينك بتاع الموقع، ونيجي نشوف كده اللي هيترد علينا بيه هيبقى ايه. هنلاقي ان هو رجع لنا ريسبونس 200. يعني ايه بقى؟ لما بتيجي تبعت HTTP ريكويست بترد عليك ب HTTP ريسبونس. الريسبونس بيكون فيها حاجه اسمها ستاتس كود، دي زي ما تقول كده بتعرفك حاله الريكويست بتاعك، هل هو اتقبل هل هو اترفض. ف 200 دي معناها 200 اوكي يعني انت كده في الامان. مثلا لو قال لك 404 ودي المشهوره جدا معناها نوت فاوند ايرور نوت فاوند. 403 معناها فوربيدن، ده لو الموقع اللي انت بتحاول تعمله سكرابنج مش بيقبل اصلا بالسكرابنج فانت مش قادر تعمله سكرابنج. فاحنا رجع لنا ريسبونس 200. طب انا برضو عاوز اشوف كود ال HTML، فساعتها بتقوم قايل له ريكويست كونتنت، ده بيرجع لك الكود بتاع ال HTML. طبعا لو تلاحظ الكود شكله صعب جدا، انت ما تقدرش تتعامل معاه، ما تقدرش تبدا تبص فيه حتى. فهنا ممكن تقول ان هو بيجي اول غرض لبيوتيفول سوب انها بتقدر تنظم لك الكلام ده شويه. ازاي؟ لو احنا مثلا عملنا كونتنت بيساوي حطينا ريكويست كونتنت، بعدها مثلا عملنا فاريبل اسمه سوب قلنا بيوتيفول سوب، وادينا لها الكونتنت ده، وادينا لها البارسر اللي هي تستخدمه في انك تتعامل معاه. طبعا احنا HTML فنقول HTML بارسر، وفي حاجات تانية كتير بس يعني ده ممكن هيقضي الغرض ان شاء الله. وبعدين نشوف هنلاقي انها نظمته بشكل كبير جدا، بس برضه ما زال انت ما تقدرش ان انت تتعامل مع الكلام ده يعني. طيب احنا دلوقتي هنتكلم عن يعتبر اهم حاجه في الفيديو، هي البروسيس او الفكره الرئيسيه اللي احنا هنشتغل بيها وهنكمل بيها. جميل. احنا هنعمل ايه بقى؟ طيب احنا دلوقتي اتفقنا ان احنا بعتنا ريكويست للبيج دي، فرجع لنا كود ال HTML بتاع البيج دي. يعني احنا معانا دلوقتي بالفعل كود ال HTML بتاع الليله دي كلها موجود فيه كل الوظائف دي وموجود فيه كل الكلام ده. كلام جميل. احنا غرضنا ايه؟ غرضنا ان احنا نكستراكت المعلومات، نكستراكت الوظيفه دي، نطلع اسمها، نطلع مكانها، نطلع مش عارف ايه. فاحنا محتاجين نسيرش جوه الكود ده ونطلع المعلومات اللي احنا عاوزينها. طب هنعمل كده ازاي بقى؟ قبل ما نعمل كده ازاي محتاج اعرفك كام حاجه سريعه.
لو انت جيت مثلا هنا في جوجل كروم وقفت كليك يمين وقمت قايل انسبكت، هتلاقيه فتح لك كود ال HTML. جميل. وهتلاقي كمان في حاجه لطيفه، مثلا لو احنا وقفنا عند كايرو كده مثلا عملنا انسبكت، هتلاقي ان هو وداك عند مكانها بالظبط في الكود. تمام. هتلاقي ان انت لو وقفت عليها هتلاقي ان هو عامل لك زي باك جراوند عليها كده ومظللها لك. كلام جميل. طب برضو ماشي، يعني انا هستفاد بكده في ايه؟ هقول لك تعالى نحاول نفهم كده الموقع بتاعنا ده مبني ازاي. البيدج اللي قدامنا دي عباره عن ايه؟ عباره عن شويه بلوكات. ملاحظ يعني بلوكات 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 بلوك بلوك، كل بلوك عباره عن وظيفه. في كام وظيفه هنا؟ في 15 وظيفه، فالمفروض ان في 15 بلوك من دول. طب ما تيجي نحاول ندور عليهم في الكود، يعني مثلا تعالى نقف هنا كده نعمل انسبكت، هنلاقي الديف ده ماشي. حاول نطلع كده فوق بالماوس شويه، لان احنا لما وقفنا على الديف ده بالماوس جوجل كروم عمل لنا ظل على كل البلوك، على كل الوظيفه، كل الداتا بتاعتها. فكده هنفهم ان الديف ده اللي الكلاس بتاعه او العنوان بتاعه ده، وده اهميه الكلاس ان احنا ده معاك العنوان. هنشوف هنستفاد بيه اكتر ازاي دلوقتي. انت عارف ان الديف اللي الكلاس بتاعه القيمه دي موجود جواه كل الكود بتاع الوظيفه الاولانيه. طب الوظيفه الثانيه موجوده فين؟ تعال نروح ندور عليها. ركز كده في الكلاس ده الاول، هتلاقيه 1G80MV. حاول تبص على قيمته سريعا كده مثلا تحفظها يعني. بس في حاجه الفرونت اند ديفلوبر بيعملها لطيفه، وان هو بيكرر الكلاسات لكل حاجه متشابهه او من نفس النوع. احنا اتفقنا ان الكلاس مش يونيك، الكلاس بيتكرر. فمثلا لما نيجي نروح لتاني وظيفه، ده الديف اهون لما واقفين عليه مظلل على تاني وظيفه، هنلاقي ان الكلاس بتاعه هو نفس الكلاس بتاع اللي فوق. فاحنا كده فهمنا ان احنا دلوقتي كود ال HTML بتاع البيج ده موجود فيه ديف لكل وظيفه منهم. الديف ده الكلاس بتاعه او العنوان بتاعه القيمه دي. الديف ده جواه محتوى الوظيفه كامل. طيب كلام جميل. ازاي نقدر بقى نوصل له؟ في حاجه في البيوتيفول سوب لذيذه جدا اسمها فايند اول. نقدر نقول له السوب اللي احنا طلعناه دون دوت فايند اول، انا عاوزه يرجع لي كل الديفات اللي الكلاس بتاعها بيساوي القيمه دي. طبعا عشان كلاس كيورد في بايثون فبنزود بس الاندرسكور دي. ماشي. ممكن نحطهم كلهم في كده جوبز. تمام. ونعمل لها برنت نشوف هيطلع ايه. هنلاقي ان هو رجع لك لسته. فاهم يعني؟ في لسته هنا اهي فيها دفات، فيها اكواد. المنطقي ان هو يكون رجع لك لسته فيها كل الدفات اللي ليها الكلاس الفلاني ده. طب هم كام؟ تعال نشوف كده اللينس بتاعهم. منطقيا هيكونوا بعدد الوظائف، احنا اتفقنا ان في 15 وظيفه. هنلاقي ان هم عددهم 15، يعني هو رجع لك لسته فيها الديف بتاع كل وظيفه. حلو الكلام. فانا مثلا لو جيت اقول لك جوب زيرو مثلا، المفروض ان الكود اللي هيطلع لنا دلوقتي ده، اللي هيرجع لنا ده، هو كود الديف بتاع اول وظيفه. المفروض ان الكود ده جواه كل المعلومات بتاعت اول وظيفه. يعني ده حرفيا كود ال HTML بتاع الحته دي كلها، جواه الداتا بتاعتها دي كلها. طيب ماشي، انا كده معايا اول وظيفه. حلو. اعمل ايه دلوقتي؟ يعني انا مثلا عاوز اطلع اسمها مثلا، يعني اعمل ايه؟ فلو جينا نقف على الاسم ونعمل انسبكت، هنلاقي ان الاسم موجود جوه تاج الايه. مثلا لو طلعنا فوق شويه برده هنلاقي ان هو موجود جوه تاج ال H2. هنلاقي، بص على الظل اللي جوجل كروم عامله لك، هتلاقي ان الظل مظبوط ومركز على كله. فمثلا ال H2 هنا ينفع ال H2 اسلس الحقيقه. طب برده ال H2 له كلاس، له عنوان. جميل، دي حاجه كويسه. طب اقدر اعمل ايه بعد كده؟ هناخد الكوبي. لو جيت انت هنا مثلا تقول له تمسك اصلا الكود بتاع الوظيفه الاولانيه ده لوحده، تقول له فايند اول، تقول انا عاوز ادور على الاتش 2 اللي الكلاس بتاعه بيساوي القيمه الجديده اللي احنا لسه جايبينها دي. تمام. شوف هيرجع لنا ايه. هتلاقيه مرجع لنا لسته برده فيها كل الاتش 2. طب هم عددهم كام؟ تعال نشوف. هنلاقي ان هم هي واحده بس، مفيش غير اتش 2. طيب انا دلوقتي عاوز دي لسته صح، فانا عاوز الاندكس زيرو بتاعها اللي هو اصلا مفيش غيره، هي اللينس واحد يعني. فده هيرجع لي كود اول اتش 2. طب انا مش عاوز كل العبث ده، انا عاوز دي. لو تلاحظ هي ظهرت دلوقتي قدامنا. انا عاوز دي بس. هتعمل ايه؟ هتكتب دوت تكست، فهو كده رجع لك بالفعل اسم الوظيفه. ممكن مثلا تسميه جوب نيم. وبرده اولا ممكن تجرب مثلا تشوف اسماء وظائف ثانيه، يعني مثلا واحد مثلا هتلاقي ده اسمها 4 مثلا. ففي ايه ان انت لو غيرت هنا طبعا دي يعني اتفقنا جوبز فيها لسته فيها اسماء فيها كل الوظائف، اتفقنا ان هم 15 من 0 ل 14 بقى الاندكس. تبدا تغير فيه وتسيرش على نفس الاتش 2. طبعا الاتش 2 هيبقى ليها نفس الكلاس في كل الوظائف برضه، لان اتفقنا الفرونت اند ديفلوبر بيكون منظم الكود يعني. تمام. طيب فبالتالي فاحنا كده عرفنا ازاي نجيب اسم الوظيفه. لو انت فهمت الكلام ده فانت يعتبر يعني فهمت جزء كبير جدا من اللي احنا هنتكلم عليه طول الفيديو يعني ان شاء الله. تمام. فكده مثلا ده اسم الوظيفه. طب تعالى نحاول نستخدم حاجه جديده.
مثلا نحاول نكستراكت اسم الشركه مثلا، يعني نقف عليه انسبكت نفس الكلام، تلاقي ان هو موجود جوه الايه. بس برضو بدل ما نتعامل على الايه ممكن نتعامل مع الديف ده كله، نشوف الديف ده هيرجع لنا ايه يعني. هنبدا ناخد الكلاس بتاعه كوبي، تمام. نبدا برضو مثلا جوبز زيرو مثلا، نشوف كده نسيرش جواها على ديف، تمام. الديف ده الكلاس بتاعه هو القيمه اللي احنا لسه واخدينها كوبي دي، نشوف كده هيرجع لنا ايه. تمام، رجع لنا لسته فيها ايه؟ فيها الديفات كلها. مثلا ممكن ناخد اندكس زيرو فيهم، هيلاقيه رجع لنا اول ديف. طب مثلا نعمل ايه بعدها؟ ممكن نشوف برضو الدوت تكست اللي جواه، يعني زي ما عملنا في اللي فوق يعني، هنلاقيه رجع لنا الكلام ده كله. احنا طبعا مش محتاجين كل ده، احنا دلوقتي بنكستراكت ايه؟ بنكستراكت اسم الشركه، تمام. فاسم الشركه هو ده بس، حلو الكلام. فاحنا ازاي من التكست ده من السترنج ده نطلع دي بس؟ والله الموضوع سهل يعني، انت بس ممكن تعمل سبليت، ممكن تعمل سبليت على الداش وتحط مسافه قبلها وبعدها، عشان هنا في مسافه قبلها وبعدها، وتاخد مثلا اندكس زيرو، شوف هيرجع لنا ايه. طيب، فهتلاقي ان احنا فعلا قدرنا نوصل لاسم الشركه، ماشي، ده كلام جميل. مثلا برضو نحطه في variable. طيب تمام، نجرب نطبعه، مثلا نجرب لشركات تانية مثلا. في حاجة مش تمام. تمام. مثلا ممكن نجرب وظيفة تانية، ممكن مثلا وظيفة بتاعتها مثلا شركة اتصالات وهكذا. ماشي، ده كده اسم الشركة. تعال نحاول نطلع مكانها اللي هو كايرو مثلا او كده. دي مثلا نقدر نعملها ازاي؟ طيب احنا مثلا ممكن نروح نقف عندها كده، نعمل انسبكت، هنلاقي انها موجوده المره دي جوه سبان. السبان الكلاس بتاعه كذا. طيب ممكن برضو نعمل نفس الفكره، ان احنا ايه، نبدا ناخد الكلاس بتاعه كده كوبي، نبدا نحاول ان احنا نروح لجوبز، تمام، زيرو مثلا، دوت فايند اول، برضو نفس الكلام عادي، تمام. ونقوم قايلين له ان احنا عاوزين السبان اللي الكلاس بتاعه قيمته كذا، شوف هيرجع لنا ايه. تمام، رجعه لنا هون، وتلاحظ حتى موجود فيه الكلام. طيب لو قلنا له دوت تكست بقى، دوت تكست، هنلاقي ان هو بالفعل ماشي تمام. طبعا دي لسته، فاحنا الاول لازم نعمل اندكس زيرو، هنلاقي ان هو رجع لنا كايرو ايجيبت. ممكن بدل يعني ما نتعب نفسنا وكده يعني، طبعا القيم دي ممكن تبقى كتيره جدا ومكتوبه باكتر من شكل، فاحنا ممكن نكتفي باول قيمه بس. يعني هو هتلاقي دايما كايرو بعدها كوما بعدها حاجه، وهتلاقي حاجات كتير، فاحنا ممكن نكتفي باول قيمه بس. فبرضه يعني ممكن برضه نعمل سبليت كده، نعمل سبليت المره دي على الكوما مثلا، وناخد اول حاجه، فده هيرجع لنا كايرو. طيب جميل، دي كده ايه؟ ده مثلا ممكن نسميه لوكيشن، كلام جميل. ده اللوكيشن اهو. طيب ممكن ندور لوظيفه تانية مثلا، مش عارف، دي مثلا في العين السخنه، ماشي. فدي مثلا احنا كده طلعنا اللوكيشن. ممكن نطلع ايه تاني؟ ممكن نطلع الجوب تايب اللي هو ده مثلا. هنلاحظ هنا ان في فول تايم ورك فروم هوم، مش عارف ايه فول تايم بس. فنلاحظ ان في، انت عاوز الجوب تايب يعني مثلا يكفينا الفول تايم او هو بارت تايم، مش لازم ناخد الورك فروم هوم دي، تمام. فممكن مثلا تروح تعمل انسبكت برضو، هتلاقي هنا هو انها موجوده جوه سبان. طيب، والكلاس بتاعه الكلام ده، فبرضو نفس الكلام، برضو هناخده كوبي، تمام. طيب نقوم قايلين له مثلا جوب زيرو مثلا، تمام، دوت فايند اول، نقول له احنا عاوزين سبان، ماشي، عاوزين سبان الكلاس بتاعه بيساوي القيمه الفلانيه، شوف هيرجع لنا ايه. هنلاقي ان هو فعلا رجع لنا سبان دي وسبان دي. احنا ممكن نكتفي بالفول تايم بس، عشان يبقى الداتا بتاعتنا يعني مش شرط يكون فيها قيم زي ورك فروم هوم وكده، احنا يكفينا مثلا نعرف هل هي فول تايم ولا بارت تايم ولا انترنشيب، فممكن نكتفي باول واحده. فمثلا نقول له اندكس زيرو، احنا عاوزين اول سبان منهم بس، وعاوزين الدوت تكست بتاعته. هنلاقي ان هو بالفعل رجع لنا فول تايم. ده مثلا ممكن نسميه الجوب طيب مثلا، تمام. طيب، ونبدأ إن إحنا نعملها events. ماشي، لو عاوزين مثلا وظايف تانية، مش عارف، برضه فول تايم، بص على التايم كده، هو كله فول تايم تقريبا، أو فول تايم ورك فروم هوم، مفيش بارت تايم قوي، ماشي. طيب فده مثلا احنا كده قدرنا إن إحنا نكستراكت الإيه، الجوب تايب بتاعنا، اللي هو فول تايم ولا هل هو إيه.
فمثلا ممكن نعمل اكستراكت لايه تاني؟ ممكن نحاول نكستراكت الاكسبيرينس ليفل دي مثلا. جميل. هل هو انتري ليفل؟ هل هو اكسبيرينس؟ هل هو مانجر؟ هل هو سينيور؟ ولا الكلام ده كله يعني. تمام. فممكن نقف كده انسبكت، هنلاقي انها موجوده هنا. ماشي. هتلاقي انها موجوده في ايه، الكلاس بتاعها كذا. هتلاحظ يعني حتى ان الديف اللي هي موجوده فيه ملوش كلاس. فهنا يعني انا فضلت بصراحه ان احنا نجرب حاجه جديده كده، وان احنا نعمل حاجه ايه، شايف الكلاس اللي هو نفس الديف بتاع الفول تايم، اللي هو نفس الكلاس ده كده، احنا هنروح له برده. تمام. يعني احنا هنقول له كده ايه، جوبز مثلا 0 هو. تمام. دوت فايند اول، ونحاول ندور برده على ديف ويكون الكلاس بتاعه يكون الكلاس بتاعه ماشي، هيكون الكلاس بتاعه ده اللي احنا لسه واخدينه كوبي يعني. شوف كده هيرجع ايه. طيب تمام، هو كده رجع لنا الديف اللي هو فيه ايه، الديف اللي هو فيه الفول تايم. طب احنا اصلا مش عاوزين الديف ده، احنا عاوزين اللي بعده. فبالتالي بنقوم قايلين له دوت نكست سيبلينج. طب الدوت نكست سيبلينج دي هترجع لنا ايه يعني؟ تعال نشوف كده. طيب تقريبا انا كاتب حاجه غلط. ثانيه. هو طبعا برضو اتفقنا ان دي بترجع ايه، بترجع لسته فيها كل الديفات. فمحتاجين نعمل اندكس 0 الاول. كده احنا خدنا اول ديف فيه اللي هو الديف بتاع اللي فيه الفول تايم، وقمنا قايلين له نكست سيبلينج. فده المفروض ان هو هيرجع لنا الديف اللي بعده بقى. كلام جميل. طيب تيجي كده نشوف الدوت تكست بتاعته، مثلا نشوف هيرجع لنا ايه. تمام، حلو قوي. رجع لنا فعلا اللي احنا عاوزينه، بس كلام كتير بقى. يعني رجع لنا كل الايه، كل الليله دي كلها. احنا عاوزين مثلا انتري ليفل بس او مانجر بس. فبرضه نفس التركايه ان احنا نعمل سبليت. تمام. نبدا نعمل سبليت على ايه المره دي؟ ممكن نعمل سبليت على الدوت دي اللي حواليها مسافتين. تمام. وناخد الزيرو، هيرجع لنا ايه؟ طيب في حاجه. طيب هو الغلطه ان دي مش دوت طبعا، هي دي حاجه هو كاتبها كده، فاحنا ممكن ناخدها كوبي على طول ونقوم حاطينها هنا. تمام. طيب شوف كده رجع لنا ايه دلوقتي رجع لنا اكسبيرينس. فده ممكن مثلا نسميه الاكسبيرينس ليفل. جميل. طيب تمام، بعدين نطبعه. تمام، حلو قوي. طيب حاجه تانية مثلا ممكن نعمل اكستراكت. ممكن نعمل ايه تاني اكستراكت؟ ممكن نعمل اكستراكت للييرز اوف اكسبيرينس اللي هي اللي بتبقى موجوده جنبها دي. وممكن نعمل اكستراكت ليه السكيلز اللي هي ايه الباقي دول. طيب نعمل لهم بقى ازاي اكستراكت دول؟ هتلاحظ ان احنا اصلا يعني احنا بالفعل عملنا لهم اكستراكت. يعني شيل كده الزيرو دي، هتلاقي ان هو ماشي، هتلاقي ان هو رجع لك ال1 years of experience اهي. تمام. احنا برضه شيل السبليت مش مشكله. تمام. احنا عندنا السترنج ده فيه كل الكلام ده اصلا. فاحنا لما عملنا له دوت سبليت، تمام، لما عملنا له دوت سبليت رجع لنا الاكسبيرينس لوحدها، ال1 years of experience لوحدها، والكلام الباقي ده كله كل واحده فيهم لوحدها يعني. تمام كده. طيب فاحنا لما عملنا زيرو طلعنا الاكسبيرينس ليفل. طب ما تيجي بدل ما نعملها زيرو نعملها، ناخد الواحد. فاهم؟ يعني ناخد اندكس واحد، شوف هيرجع لنا ايه. تمام. دي كده رجع لنا اليرز اوف اكسبيرينس. فتمام، فدي ممكن نسميها اكسبيرينس ييرز. جميل. وبرده نعمل لها برنت. حلو جدا. طيب واتفقنا برضو ان في سكيلز. يعني مثلا لو احنا جينا بقى دلوقتي قمنا واخدين ده كده، وبدل ما قلنا من اول واحد مثلا قلنا من 2 للاخر، شوف هيرجع لنا ايه. هتلاقيه رجع لك لسته فيها كل السكيلز. بس احنا يعني مش هنحطها لسته، يعني احنا برضو مش عاوزين الداتا بالشكل ده، احنا عاوزينها تكون متوصله مع بعض. فعادي انت معاك لسته، طبعا انت عارف طريقه الجوين، نقوم قايلين ايه، ان احنا مثلا نسيب مسافه فاضيه كده دوت جوين للليسته دي. تمام. شوف هيرجع لنا ايه، هتلاقي رجع لنا السكيلز ما بين كل واحده منهم مسافه. فدي كده السكيلز، ونطبعها. تمام. فاحنا كده دلوقتي يعتبر خدنا شوط رائع جدا في البروجكت. يعني احنا بدانا ان احنا ريكاب سريع كده، بعتنا ريكوست، جبنا كود ال HTML، ظبطناه بالسوب، قدرنا نطلع بوكسات الوظائف. عندنا 15 وظيفه جوه البيج. مسكنا معلومه معلومه وفضلنا ندور جوه البوكس بتاع الوظيفه ان احنا نحاول نطلع الايه، مثلا الجوب نيم، الكومباني نيم، اللوكيشن، وهكذا يعني. كلام جميل. اخر حاجه وصلنا لها احنا طلعنا الجوب نيم والكومباني لوكيشن جوب تايب مش عارف ايه. فممكن نكتفي بالمعلومات دي.
طيب احنا دلوقتي مش عاوزين كده وخلاص، احنا عاوزين بقى نطلعها لكل الوظائف، يعني عاوزين نبدا ان احنا نلوب على ال 15 وظيفه كلهم ونبدا نجمع، صح ولا لا؟ تمام. دي بقى ان شاء الله هتبقى الخطوه الجايه. نبدا ننفذ بقى الخطوه دي ازاي؟ طيب انا هبدا الاول ان انا هعمل امبورت البانداس. طبعا لو ما تعرفش بانداس عادي، بس بانداس يعني هي حاجه بتسهلك ان انت تقدر تتعامل مع الداتا، وبانداس جواها زي ما تقول كده داتا ستراكشر اسمها داتا فريم. جميل. طيب ممكن مثلا احنا نبدا نعمل الداتا فريم دي، ممكن نعمل امبورت بانداس اس بي دي. لو انت مش عارف يعني او ما شفتش الداتا فريم قبل كده مش مشكله، يعني انت يعتبر هتفهمني دلوقتي. بي دي دوت داتا فريم مثلا. تعال نجرب نطبعها كده نشوف. طيب طيب تمام. هي طبعا داتا فريم فاضيه، مثلا لو حطينا جواها شويه داتا مثلا زي ممكن اقعد بتبدا تحط لها داتا بالشكل ده، مثلا تديها ديكشنري. طبعا لو انت مش شرط قوي تفهم الكلام ده. احنا هنشوف دلوقتي احنا هنحط فيها داتا ازاي عشان نعمل سكرابنج يعني. فمثلا هتلاقي انها بقت بالشكل ده. طيب حاجه تانية، احنا بقى هنبدا ان احنا نعمل داتا فريم فاضيه خالص. تمام. هي الداتا فريم يعني بتكون شكل جدول زي ما انت شايف كده. مثلا ثانيه ممكن مثلا ايه نزود برضو حاجات، مثلا دي مثلا. فهي بتكون يعني ايه شكل جدول. طيب تمام. في كولومز وكده، فده بالفعل شكل الداتا اللي احنا عاوزين نوصله في الاخر. فاحنا هنستخدم الداتا فريم في ان احنا نحاول نحط فيها الداتا بتاعتنا. كلام جميل. طيب نعمل كده ازاي او نبدا ازاي؟ هنبدا احنا عملنا داتا فريم. ممكن مثلا ايه بتبدا ان انت مثلا تقول له الكولومز بتاعتك انت عاوزهم يبقوا ايه. تمام. اسمائهم يعني يبقوا ايه. فانا مثلا عاوز الكولومز تبقى اسمائها نفس الاسماء اللي انا حاططها هنا، يعني مش مشكله. مثلا جوب نيم، الكومباني نيم، ومثلا الاكسبيرينس ليفل، الاكسبيرينس ييرز. طيب والسكيلز مثلا. تمام. نيجي نشوف كده شكلها هيبقى عامله ازاي. هي لسه فاضيه، دي اسماء الكولومز موجوده مستنيه الداتا انها تبدا تتحط. تمام. احنا ليه عملنا داتا فريم دي دلوقتي؟ انا عايز برضو اجرب حاجه كمان سريعه. انا مثلا لو جيت انا دلوقتي عايز احط رو في الداتا فريم دي، ففي طرق كتير بس انا مثلا بفضل الطريقه دي. انت بتقول داتا فريم دوت لوك. تمام. بعدها بتدي له لين الداتا فريم عن طريق ان انت تكتب كده. تمام. بعدها تبدا ايه بقى تدي له مثلا المعلومات اللي انت عاوز تحطها. مثلا علي مثلا، لا مش علي. مثلا نبدا نحط حاجات حقيقيه، مثلا داتا ساينتست شغال في اتصالات مش عارف ايه، مكانها في كايرو مثلا. اكسبيرينس ليفل سينيور، اكسبيرينس ليفل واحد، سكيلز بايثون. تمام. تعال نشوف كده شكل الديف دلوقتي. طيب تمام. فاحنا كده قدرنا ان احنا نحط معلومات في داتا فريم. دي برضو حاجه كنت عاوز اقولها. تمام. تعالى نرجع تاني نعمل ري انشرايز الداتا فريم عشان ترجع فاضيه تاني. عاوزها تبقى فاضيه. طيب عاوز اعمل معاك ايه دلوقتي بقى؟ انا عاوز اعمل، احنا اتفقنا ان احنا عندنا الجوبز دي فيها ايه؟ فيها ال 15 وظيفه كلهم. فانا عاوز اعمل عليهم لوب، عاوز اعمل لوب على كل وظيفه من الوظائف دي كلها. تمام. عاوز ابدا اكستراكت المعلومات اللي انا لسه مطلعها فوق دي. يعني مثلا جوب نيم ناخده كده كوبي. ماشي. وبرده عاوز الكومباني نيم. انا دلوقتي بمسك وظيفه وظيفه. طبعا برضو ايه انت مش هتكتب بقى جوبز 4، انت هتكتب جوب بس. حلو. بعد الكومباني نيم في اللوكيشن. ماشي. وهنبدأ نحط الجزئية دي كلها. تمام. ممكن نحط ايه بعد اللوكيشن ده؟ الجوب تايب. حلو. برضه الجوب من جوبز. ماشي. وبعد الجوب تايب عاوزين مثلا اكسبيرينس ليفل. فانت كده احنا بنمسك وظيفه وظيفه نبدا نعمل عليها نفس الخطوات اللي فوق. تمام. دلوقتي بقى مش جوبز واحد جوبز اتنين، لا هي بقى اسمها جوب بقى جوه الفور لوب يعني. تمام. ماشي. بعدها دي اخر معلومه احنا عملنا لها اكستراكت. جميل. فاحنا كده طلعناهم كلهم. طيب ايه الخطوه اللي بعد كده؟ الخطوه اللي بعد كده ان احنا عايزين نضيف ده في الداتا فريم، صح ولا لا؟
فنقوم قايلين نفس اللي احنا قلناه فوق اللي هو داتا فريم دوت لوك. تمام. وتبدا تديله الليمتس بتاعها يفضل اندكس. لو انت مش فاهم السطر ده قوي يعني، هو بس حاول تتعلمه كده، وحاول طبعا ان انت تذاكر بانداز يعني عشان حتى فيديوهات الكليننج اللي جايه وهكذا، عشان انت تحتاج بانداز طبعا كبريري كوزت في الفيديوهات اللي جايه. جميل. طيب فانت بدات مثلا تمام، بعدها بتقول ايه؟ بتقول ان احنا هتديها لسته فيها بقى ايه كل الكلام ده، يعني فيها الجوب نيم ماشي، فيها الجوب نيم، تديها الفاريبلز اللي احنا لسه مكونينها دول، كومباني نيم واللوكيشن. تمام. تمام. فيها ايه تاني؟ طيب تمام. تعال نشوف شكل الداتا فريم دلوقتي. دلوقتي الداتا فريم بقى فيها بالفعل ال 15 وظيفه بتوعنا، قدرنا ان احنا نعملها في شكل داتا فريم، والموضوع رائع جدا. جميل. لو بصينا بصه سريعه هنلاقي اعتقد ان الدنيا كلها تمام يعني ان شاء الله، مفيش اي قيم غلط، مفيش اي حاجه، كل اللي احنا كنا عاوزينه تم. طيب دلوقتي بقى نيجي لاخر ليفل في الفيديو، وهو ان احنا اكيد مش هنكتفي بال 15 وظيفه دول. الموقع فيه وظائف كتيره جدا، احنا ممكن مش هنحتاج دي دلوقتي يعتبر خلاص. الموقع فيه وظائف كتيره جدا. تمام. دي مثلا اول وظيفه في حرفيا 8004 وظائف، فاحنا عاوزين نجيبهم كلهم يعني، هنحاول يعني. تمام. طيب فمثلا طب احنا دلوقتي هنعملها ازاي؟ يعني احنا مثلا احنا جبنا اللينك ده اللي احنا حطيناه فوق هنا، ده كان بتاع اول وظيفه. طب مثلا تاني وظيفه هتلاقي ايه بقى؟ اتمنى تكون لاحظتها، بس مثلا لاحظ هنا كده الستارت بتساوي حاجه، هتلاقي انها بتبدا انها تنكريمنت. يعني مثلا لو انا كتبت هنا مثلا 4 بص كده، هتلاقيه وداك لصفحه منهم، وانزل تحت هتلاقي انها صفحه رقم كام؟ صفحه رقم 5. فكده بالتالي احنا عرفنا ان اللينك ده ممكن يكون اللينك هو نفسه اللينك اصلا بتاع كل الحاجات دي. تمام. بس الفرق بيكون في قيمه الستارت دي بس، انها بتبدا تتغير. طيب حلو. اعتقد ان احنا اتمنى ان الفكره تكون او اللي احنا نعمله دلوقتي يكون بدا يوضح لك شويه. احنا ممكن نعمل ايه؟ ممكن نعمل فور لوب، فور اي ان رينج. خلي دلوقتي نسيب الرينج ده فاضي، وهقول لك هنجيب قيمته ازاي. طب هنعمل ايه كل مره؟ هنبعت ريكوست. نبعت ريكوست كده، نفس الكلام بالظبط. ماشي. هنبعت ريكوست. حلو قوي. بس طبعا بقى بدل ما دي صفر هتبقى اي. تمام. طبعا هتخلي دي اف كده عشان يقدر ان هو ايه، هو بياخد الاي من هنا وبيحطها هنا. جميل. والاي بتبدا من صفر، فيبدا يبعت ريكوست للبيدج الاول اللي هي بتاعت الصفر، بعدها واحد، بعدها اتنين، بعدها اربعه، وهو بينكريمنت ده لوحده وبيبعت ريكوست لوحده. تمام. بعد ما كنا بنعمل ريكوست كنا بنعمل ايه؟ كنا بنجيب الكونتنت بتاعه. تمام. طيب بعد ما كنا بنجيب الكونتنت كنا بنجيب السوق. ماشي. نطلع ناخدها كوبي افضل. كنا بنجيب السوق. تمام. طب بعد ما كنا بنجيب السوق كنا بنجيب الجوبز، صح ولا لا؟ كنا بنقوم جايبين الجوبز اللي موجوده جوه السوق ده. ماشي. كلام جميل. احنا لحد دلوقتي ماشيين كويس. طب هل الكلاس هيفضل هو هيفضل هو الفرونت اند ديفلوبر مظبط كل حاجه. تمام. طب بعد ما كنا بنجيب الجوبز كنا بنعمل ايه؟ كنا بنقوم عاملين عليهم كلهم فور لوب. ماشي. ده كلام كله جميل يعني. بنعمل عليهم كلهم فور لوب. عاوزين نظبط الاندنتيشن ده. ماشي. بنعمل عليهم كلهم فور لوب وبنخزن في الداتا فريم. تعالى برضو نرجع ايه، ناخد كود الداتا فريم ده كده، نبدا نعملها من الاول بحيث انها تبقى ايه، تكون جديد فاضيه يعني. تمام. ماشي. فالداتا فريم فاضيه. طيب وبنبدا ان احنا يعني احنا دلوقتي هنعمل لوب على كل البيدجات. تمام. نبدا نبعت ريكوست للبيدج، ناخد الكونتنت ونجيب السوب والجوبز، نعدي على كل وظيفه من ال 15 وظيفه او ايا كان بقى عدد الوظائف اللي موجوده في البيدج، هو كده كده مش شرط يعني. هيعدي عليهم يجيب المعلومات اللي منهم ويحطها جوه الداتا فريم. ده كلام رائع جدا. باقي لنا حاجه واحده بس، باقي لنا الرينج ده. هو المفروض الرينج ده يقف لحد فين؟ عشان نعرف الرينج ده يقف لحد فين فاحنا محتاجين نعرف اخر رقم هنا، هو هيبدا من صفر لحد رقم ما. فمثلا بعد كام تجربه كده المفروض ان انت مثلا يعني، تعال نجرب مثلا تبدا تخرج الرقم ده، مثلا تعال نخليه 400. هنلاقي ان ماشي موجود بالفعل، ولسه عندك كمان. ماشي. ممكن نزود شويه مثلا 490 مثلا كده. طيب 490 برضو موجود. جرب 500. ولو تلاحظ قربنا يعني مثلا 7515 وهي 8000. تمام.
فممكن مثلا نوقف الفيديو شويه، احاول ان اجيبها عشان ما نطولش وقت الفيديو. طيب جميل. فبعد يعني قليل من التجربه وصلنا ان اخر حاجه هتكون 534. فيعني ده كده الكود اهو. حطيت فور اي رينج لحد 534. جميل. الكود كله زي ما هو، انت بتبدا تريكوست، يعني بتبدا تبعت ريكوست للبيدج الفلانيه اللي ستارت فيها بالقيمه الفلانيه، تجيب الكونتنت، تجيب السوب، تجيب الجوبز، تعدي على كل جوب منهم، كل بوكس منهم، تطلع المعلومات اللي انت عاوزها وتحطها كرو في الداتا فريم. وضفت هنا حاجه ان مثلا عشان يعني الكود ده ممكن ياخد وقت طويل، فيعني كل 50 اي كده يعني مثلا هيطبع لنا دن كنوع من انواع ان احنا نعرف ان هو عايش معانا يعني. فانت طبعا لو رنيته، هو الكود طبعا هياخد وقت، فانا كنت عامل له رن من مده يعني وكده تمام، عشان يعني ايه يكون جاهز تمام اهو. فهو ده هيكون شكله النهائي. طيب فبعدها مثلا لو جينا نعرض الداتا فريم بعد ما نرن، هنلاقي انها جت كده فيها 8008 رو. طبعا على حسب دلوقتي الوقت اللي انت بتشغل فيه الكود ده او بتشغل فيه السكريبت ده، هيطلع لك وظائف جديده، هيطلع لك ممكن وظائف اكتر اصلا، يعني عادي جدا ما فيش اي مشاكل تمام. المهم ده مثلا في الوقت الحالي ده اللي طلع معايا. طيب فدي داتا فريم اهي فيها الجوب نيم، الكومباني، اللوكيشن، وهكذا. الداتا فريم دي جاهزه انها تدخل على المرحله الجايه وهي مرحله الكليننج. احنا دلوقتي جمعنا الداتا، بعدها الخطوه اللي بعدها ان انت تحول الداتا فريم دي لسي اس في وتحفظه عندك على الجهاز. فعشان تعمل كده تكتب اسم الداتا فريم وبعدها تو سي اس في، بعدها تكتب اسم الفايل اللي انت عاوزه وتكتب دوت سي اس في. فلما ترن دي هيبقى عندك على الجهاز بتاعك في المكان اللي انت واقف فيه في جوبيتر ملف فعلا سي اس في تقدر تفتحه عن طريق اكسل او ايا كان. طيب انا فتحت الملف اهو، ده المفروض اللي احنا وصلنا له. اسم الوظيفه، جوب تايتل، والكومباني، واللوكيشن، وهل هي فول تايم ولا مش عارف ايه. في برضو قيم بارت تايم اهو، انا لمحت واحده بس اهي بارت تايم، في حاجات بارت تايم، وفي بقى قيم كتير يعني وكده. الداتا بالفعل جاهزه يعني ان انت تبدا تدخل عليها في الليفل الجاي وهو الكليننج. احنا كده الحمد لله خلصنا. اتمنى حقيقي ان يكون الفيديو فاتكم يعني ويكون كله تمام. كريكاب سريع، احنا بدانا ان احنا عملنا زي تعرفنا على اساسيات ال HTML، بعدها بدانا نشتغل فعلا على البروجكت. الدنيا مشيت ازاي في البروجكت كريكاب سريع؟ بتستخدم ريكوست في ان انت تبدا تبعت HTTP ريكوست، تستقبل الكود بتاع ال HTML، تظبطه بالسوب. بعد ما تظبطه بالسوب حاولنا نفهم بنيه الموقع، لقينا ان هو متكون من بلوكات، بلوك لكل جوب. قدرنا نطلع البلوكات دي، قدرنا نمسك كل بلوك منهم ونطلع المعلومات اللي احنا عاوزينها. بعدها بقى بدانا ان احنا نعمل فور لوب على كل الجوبز. بعدها مشينا خطوه لقدام كمان، ان احنا بدانا نبعت ريكوست لكل بيدج موجود على الموقع. بدانا نبعت ريكوست لكل بيدج على الموقع. بعد ما جبنا البيدج، جبنا الجوبز اللي فيها، عملنا فور لوب عليه. عرفنا سريعا كده حاجه في بندز، ان انت تعمل داتا فريم فاضيه تبدا تضيف فيها رو. جميل جدا. وقدرنا في الاخر ان احنا نسيف الداتا فريم اللي احنا كوناها 8000 وظيفه في ملف سي اس في. فبقى عندنا خلاص بالفعل قدرنا ان احنا نجمع داتا. وشكرا حقيقة يا شباب، احنا كده الحمد لله خلصنا. شكرا.